بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة اسمعوا بس القرمشة. ايه رأيكم في الجمال ده؟ مقرمشة من بره وطرية وجوسي من جوه، والمنظر والتحفة، وطالعة مكورة كده كور صغننة، ولا رسومات ولا اشكال ولا الوان، لا طالعة تحفة جدا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنعمل مع بعض الزلابية او العوامة. هنحط نص كيلو دقيق او كوبايتين دقيق كبار. هنحط عليهم 3 معالق نشا. حطيت معلقه خميره، بس الخميره دي ما جاتش في اللقطه. حطيت معلقه عسل كبيره، العسل ده بتاع الكنافه التقيل دوت. او عايزه تحطي معلقه سكر براحتك، اللي انت حابه تحطيه حطيه. هي دي كل المقادير، مقاديرها سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله تكون موجوده في كل بيت. حطيت كوبايه ميه، وكمان حطيت عليهم نص كوبايه ميه تانية، يعني على النص كيلو دقيق. ما خدتش كوبايه تانية خالص. انا عايزه عجينه طريه كده زي عجينه العيش. شوفي لما تعملي العيش الطري كده نفس العجينه. بس السر بقى في الزلابيه انها تطلع حلوه وجميله كده، ان انت تربيها كده، انك تقعدي تربي فيها جامد جامد كده. هي دي اللي هتخلي الزلابيه معاكي تحفه. ولا هتفرش معاكي ولا الكلام الفاضي ده خالص، هتطلع معاكي زي بتاعه المحلات واحلى. بعد سيبناها تخمر كده بتاع نص ساعه، وبعدين فضيت الهواء منها، وابتديت اشتغل فيها. بس ببل المعلقه زيت من الحله. انت ما تعمليش الحركه دي عشان ما تتلسعيش. انا متعوده على كده، عادي يعني. فانت حطي في كوبايه فيها زيت وبلي المعلقه. بص انا بوريك ازاي بتسحبي من تحت لبره كده. تحطي حته العجينه بين ايديك وتسحبيها من تحت لبره كده. تمام. بس اوعي تحطي ايدك في الطاسه عشان ما تتلسعيش. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيت اوريكم كمان، دي اسهل بقى من الطريقه التانية. هنحط العجينه في كيس، وبالمقص نبتدي نقص حتت صغننه كده. هتطلع لك كور سليمه كده، كور صغننه صغننه شبه بعض. يعني ما تخافيش انها تطلع طويله ولا صغيره ولا مبططه، لا هتطلع تحفه تحفه تحفه. دي اسهل من انك تعمليها بالمعلقه كمان. ببل المقص كده من الزيت، وابتدي اقص كور صغننه. بطلعها بيضه كده، يعني مش محمره خالص. بعد ما اخلص الكميه ممكن في وقت التقديم تقعدي تحمريها تاني. طلعي بقى اللون اللي انت حباه. انا هوريكي اللون دلوقتي اللي انا طلعته، بص عامل ازاي. شايفين؟ تحفه جدا جدا. مفيش احلى ولا اجمل من كده. غميها شويه زي اللون اللي انت حباه، وطلعيها من الزيت على العسل على طول. هتبقى طريه من جوه ومقرمشه من بره. انا عملت شويه على قد الاكل، وشويه الباقيين وقت ما نحطهم تاني في الزيت واحمرهم واحطهم في العسل. يعني مش هعمل الكميه كلها دلوقتي، لكن في البدايه بتعملي الكميه كلها عشان تخلصي يعني. شايفين بقى الطعامه؟ هوريك، اسمعوا القرمشه بقى. عظمه 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 بصراحه، تحفه جدا. كلها كور صغننه قد بعضيها، مفيش واحده كبيره، مفيش واحده صغيره، مفيش واحده مبططه. يعني طالعه جميله جدا زي بتاعه المحلات، واحلى وانضف واوفر. حابه تاكليها بالعسل براحتك، حابه تاكليها بصوص الشوكولاته براحتك، حابه تاكليها بالسكر البودر براحتك. اعملي اللي انت حباه. بنص كيلو دقيق او كوبايتين دقيق كبار هتعملي كميه حلوه جدا ووفيره. هتاكلي انت والعيله وتدي لاصحابك كمان. مفيش احلى ولا اجمل من كده. سامعين بقى القرمشه والجمال؟ لا احنا عاملين عظمه يا ولاد، عظمه. ان شاء الله الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. نورتوني.